أهلا بكم. هل يمكن لنص ديني قديم جدا أن يتحول لأداة نهضة وطنية في عصرنا الحديث؟ مجموعة من العلماء الأويغور يعتقدون أن الجواب هو نعم، وهم الآن يعملون على مشروع لإنشاء تفسير جديد للقرآن مصمم خصيصا لمواجهة التحديات اللي بيعيشها شعبهم اليوم. دعونا نكتشف القصة. وهنا لازم نكون واضحين، هذا الموضوع أكبر بكثير من مجرد مشروع أكاديمي. زي ما بنشوف من هذا التصريح القوي، الهدف هو أن القرآن يتحول لدليل عملي يحل المشاكل الحقيقية اللي بيواجهها المجتمع الأيغوري اليوم. يعني احنا بنتكلم عن مهمة بصراحة جريئة وطموحة للغاية. طيب، عشان نفهم هذا الجهد الطموح رح نمشي في 5 محطات رئيسية. رح نشوف شو هي رؤيتهم، وشو المشكلة اللي بحاولوا يحلوها، وكيف بيعملوا هذا الشيء، وشو الهدف الأكبر من وراء كل هذا، وأخيراً شو معنى كل هالكلام للمستقبل. من أول لحظة بنفهم أن هذا المشروع يتجاوز بكثير مجرد الكلام في الدين. هو يقدم باعتباره حجر أساس، وثيقة تأسيسية هدفها تشعل نهضة وطنية وثقافية كاملة. الفكرة الأساسية هنا هي أن الهوية الدينية والهوية القومية لا يمكن فصلهما أبداً. لكن السؤال هو، ليش أصلاً في حاجة لمشروع ضخم زي هذا؟ الجواب، أو على الأقل بداية الجواب، موجود في نظرة القائمين على المشروع للترجمات الحالية للقرآن باللغة الأوغرية، اللي بيعتبروا إن فيها فشل جوهري. القضية الأساسية حسب طرحهم هي وجود فجوة كبيرة بصراحة. التفسيرات اللي موجودة اليوم مع إن لها قيمتها، لكن كأنها بتحكي عن عالم ثاني، عن زمن ومكان مختلفين تماما. هي ما بتخاطب بشكل مباشر التحديات الحقيقية السياسية والثقافية والاقتصادية اللي بيعيشها الأويغور في وقتنا الحالي. وهنا بنوصل لصلب المشكلة بالضبط زي ما هم شايفينها. الحجة هي إنه الترجمات القديمة بتجبر القارئ الأويغوري عشان يفهم دينه إنه يفكر بعقلية شخص عربي من فترة تاريخية بعيدة جدا، وبدل ما تعطيه مبادئ يقدر يطبقها على حياته اليوم بتخليه يعيش في واقع مش واقعه. ونتيجة حسب رأيهم هي هاي الفجوة اللي شايفينها، نسخة من الإسلام تبدو بعيدة ومنفصلة عن الواقع اليومي للمجتمع وتحدياته الحقيقية، وهالشي برأيهم بيضعف ارتباط الناس بدينهم وثقافتهم. طيب، شفنا المشكلة، شو الحل؟ الحل اللي بيقترحوه مش مجرد ترجمة جديدة وانتهى الموضوع، لا، هي عملية مختلفة كليا في طريقة تفكيرها، عملية منهجية وجماعية هدفها تتجنب كل أخطاء الماضي. العملية بتمشي على خطوات مدروسة جدا. أول شيء ترجمة أولية للنص، بعدين فريق من علماء الدين بيراجعوها ويتأكدوا من دقتها، بعد هيك خبراء في الأدب الأويغوري بيشتغلوا على صياغة النص عشان يكون بليغ وواضح، وأخيرا وهي نقطة مهمة بيفتحوا الباب للكل يشارك ويحسن في الشغل. الفكرة واضحة، المنتج النهائي ما يكون رأي شخص واحد بل نتيجة خبرة جماعية. هاي الجملة بتلخص كل القصة. الهدف مش بس نص دقيق من الناحية الدينية، لا، الهدف يكون تحفة فنية من أدب الأويغور، يعني دمج كامل بين الإيمان وبين الفخر بالثقافة واللغة. لكن خلينا نكون واضحين، التركيز على اللغة والأدب مش هو الهدف النهائي، هو وسيلة لشيء أكبر، شيء أعمق وأكثر طموحاً، استخدام هذا التفسير كأداة لإعادة بناء وتقوية الهوية القومية للأويغور، خصوصاً في وجه التحديات الكبيرة اللي بيواجهوهم. وهون منشوف لوين واصل سقف طموحهم. هم بقارنوا عملهم بشكل مباشر بالدور التاريخي اللي لعبه النبي محمد في توحيد القبائل العربية. هذا تشبيه قوي جدا، وبحط مشروعهم في سياق مش بس ديني بل تأسيسي لأمة. وطبعا عشان يتجنبوا أي سوء فهم أو انتقاد، هم حريصين جدا يوضحوا نقطة أساسية: مشروعهم هو مع الأويغور، مش ضد أي حدا ثاني. التركيز كله على البناء الداخلي للهوية، مش على خلق صراعات خارجية. بس طبعاً لما نتكلم عن هوية وصراع بيجي سؤال منطقي، طيب مين هو العدو حسب هذه النظرة؟ المصدر ما بيتجاهل هذا السؤال، بالعكس بيقدم تعريف محدد جدا من القرآن لمصطلح العدو. حسب تفسيرهم كلمة عدو في القرآن ما إلها علاقة بالدين أو بالعرق، الموضوع أبسط من هيك بكتير، هو مرتبط بالفعل. العدو هو الطرف اللي بيهجم على وطنك ويحتل أرضك، بكل بساطة تعريف قائم على الفعل مش على الهوية. ولما يطبقوا هذا المبدأ على واقعهم بيوصلوا لنتيجة مباشرة وواضحة جدا. بما أن العداوة بتكون فقط للمعتدي على الوطن، فبالتالي عدوهم الوحيد حسب هذا التعريف هو الدولة الصينية. طيب، بعد ما شفنا المشكلة والحل والهدف الأكبر، خلينا نجمع كل هالأفكار مع بعض ونشوف الصورة الكاملة للمستقبل اللي بيرسمه هذا المشروع. إذن الخلاصة هي إن اللي شفناه أكبر بكثير من مجرد ترجمة جديدة. هذا مشروع متعدد الأوجه.
هو لاهوتي لأنه بيعيد تفسير النص الديني، وهو أدبي لأنه بيهتم بجمال اللغة، والأهم من كل هذا هو مشروع قومي، لأن هدفه النهائي هو إحياء هوية أمة كاملة. في النهاية هذه المحاولة اللي بيقوم فيها الأيغور بتتجاوز حدودهم وبتحطنا كلنا قدام سؤال كبير وعالمي: كيف ممكن للنصوص القديمة إنها ترجع للحياة وتتحول لسلاح ودرع في معركة البقاء الثقافي والوطني في القرن 21؟ هذا سؤال بيخلينا نفكر بعمق في قوة التفسير وتأثيره. شكرا للمتابعة.